قال لي الهام واش تكوني معايا في الفيلم وداك الشيء، قلت له يلاه ودي مرحبا وهادي وكذا. صافي قال لي انا غادي نصيفطو لك لي سيناريو وهادي وشوفي، وديك الساعه قول لي شنو كاين، قلت له داكور اوكي. وصلني السيناريو قريت عيطت له قلت له انا غادي نخدم في هذا الفيلم. الهام تبارك الله شفناك في دار الورثه وكان نجاح كبير السلسله ديال دار الورثه لدرجه انه دابا مغاربه مازال كيطلبوا انه هذيك السلسله تعاود، لانه الدور ديالك فيها كان عاطي واحد القيمه مضافه الى جانب اكيد ممثلين الاخرين. قلتي في الندوه الصحفيه انه هذا الفيلم ديال البيضاء علم الهام الصبر وعلمها شي حوايج، مع العلم انه تبارك الله الهام عندها مسار فني طويل. كيفاش جا هذا الفيلم؟ شنو اللي علم الهام من بعد هذا الادوار؟ يعني الصبر، انا نقول لك واحد القضيه، لان من الصبر وانا مشيت للكارير رحم الله نشوف الناس فين عايشين. انا ما تنبغيش نقول هذا المصطلح ديال الكارير لانه في الذاكره المغربيه الكارير هو شي حاجه خايبه. مش دوار رحمنا فين ساكنين، الظروف اللي هما ساكنين فيها تعلمت نصبر. ملي شفت حياه اسماء انا كذا مره كيطلع لي الدم، كذا مره كنوصل لواحد المرحله كنقول صافي نقص من هادشي كله وحبس ستوب، داك الله ما يدار ياك. صافي كتوصلي لواحد المرحله كتكرهي، كيطلع لك الدم، كتشوفي بزاف د الحوايج ماشي هما هادوك. اسماء علمتني الصبر، شفت ظروفها وكيفاش عايشه، عندها 2 بنيات وعندها وخدامه شيفور ديال طاكسي بيض ومطفى من الميناج، وهي الدبلوم ديالها شاف كويزيني، وصاحب مدير الفندق كيتحرش بها، بزاف د المشاكل عندها، ومع ذلك صابره. وهذا لا يمنع انها كدير الخير، غادي تشوفوها في الفيلم انها كدير الخير وما كتبغيش تخلص، كتوصل سعيد. وهذه المهم ما نحرقش. واش اسماء قريبه من الهام؟ اسماء قريبه من المراه المغربيه كلها اللي عندها مسؤوليه ويدها بوحدها وما كاينش اللي تيعاونها. جديد ان شاء الله اللي جاي. هاد الساعه باقي هادشي كلشي كلام، باقي ما كاينش شي حاجه اوفيسيال.